سلام بنات، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. معكم مجدولين، وهذا اول فيديو بالنسبه لي على منصه اليوتيوب. هذا علاش كنتمنى تكونوا حنانات معايا، تخليو لي شي تعاليق زوينه، علاش لا تشتركوا في القناه تستافدوا معايا. غندير ان شاء الله وصفات بسيطه وسهله ولذيذه في نفس الوقت. وبما انه اول فيديو ليا على هاد المنصه، بقيت شحال وانا كنفكر شنو ممكن انني ندير لكم. صراحه ما لقيتش شي حاجه اسهل ولا ابسط ولا ألذ من هاد الحوتة اللي معمرة بالرز وطيبة في الفران. كتجي بنينة بواحد الدرجة ما تصورش، ومفيدة بزاف للدراري الصغار. مجموعة ديال الحوايج ما كياكلوهمش في العادة، اللي غادي ياكلوهم بهاد الطريقة. المهم بلا ما نطول عليكم غندوزو للطريقة. المهم شديت واحد الكاسرول، درت فيها الماء، زدت فيها شي شوية ديال الملحة، وربعة ديال الريوس ديال القرنفل، شوية ديال البصار، شوية ديال الخرقوم، كلشي غير راس المعلقه الا القرنفل 4 القرنفلات بطبيعه الحال، ملحه على حسب الذوق ديال كل وحده. المهم عندي واحد الكاسرونه اخرى حمرتها بالماء وزدت فيها شي شويه ديال الملحه، وغنسلق فيها البطاطا الصغيره. من الاحسن تكون بطاطا صغيره، ما عندكمش ديروا بطاطا كبيره، ولكن سلقوها بالقشره ديالها حتى تسلق، عاد ديروها مرصوات هكا كتبقى شاده في راسها وكتجي بنينه اكثر، ما كتجيش فيها الماء. هذيك الكاسرول الاولى غادي نزيد شي شويه ديال الزبده، وغادي نخليها حتى تغلى، باش من بعد غادي نزيد فيها الرز الصفار، يعني الرز اللي ما كيتعجنش. المهم شديت واحد الكاسرول اخرى، غادي ندير فيها نشحر فيها شويه ديال الكروفيت. المهم انا اختاريت ندير هذا اللي كيكون مجمد، الا لقيتو طري من الاحسن. انا هذا الصراحه اول مره غادي نخدم به، ما عجبنيش بزاف حيت غير تصهد ونقص بزاف. هو الكروفيت بصح كينقص مني، كيقيسو العافيه، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه، هذا بزاف الصراحه. المهم هذيك الكاسرول درت فيها شي شويه ديال الزبده، زبده حيوانيه بطبيعه الحال. درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، صافي. وغادي نزيد الكروفيت ديالي. انا اختاريت ما نديروش نيشان مع الرز باش ما يطيبش بزاف، عارفين حنا كروفيت غير كيتصهد صافي كطلعوا العافيه صافي كيطيب صافي. هذاك الماء اللي غلا في الكاسرول الاولى زدت عليه الرز بطبيعه الحال راه غسلته مزيان مزيان مزيان، وكنت كنغسلو كنخليه في الماء، وكنعاود نصفيه ونعاود نكب عليه ماء اخر حتى تصفى مزيان من داك النشا وما بقاش فيه. صافي خليت داك الرز الصفر كيطيب بالماء على عافيه مهيله بطبيعه الحال، وداك الكروفيت كان كيتشحر، بدات كتسلق. دزت نشنف هاد الفلفلات بجوج، الصفراء والحمراء، ممكن ديروا اي فلفله كتبغيو. المهم انا هادو اللي كانوا متوفرين عندي قديت بهم. الا عندكم غير الخضره ممكن ديروها. صافي هنايا هداك الكروفيت كيف ما كتشوفوا كنخلي فيه شي شويه ديال الماء صافي، وكنطفي عليه. كندوز كندير كنقطع شي شويه ديال القزبر ومعدنوس. القزبر ضروري يكون اكثر من المعدنوس، يكون زايد على المعدنوس باش يجي المذاق زوين في الحوت. و درت واحد 3 الفصوص ديال الثومه، حكيتهم هنا، زدت عليهم القزبر معدنوس كيف ما قلت لكم، وعصرت فوقهم واحد الحامضه على حساب الذوق، كل واحد وشنو كيبغي. كاين اللي كيبغي كثير، كاين اللي كيبغي قليل. درت شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، المهم العطريه عاديه مغربيه معروفه، شويه ديال الملحه معروفه باش كنشرب الحوت يعني عادي. صافي شديت لهاديك الحوته ديالي. المهم الحوته ممكن تبان لكم صغيره حيت انا كاينه غير انا وولدي، يعني جوج ديال الافراد. هذاك الشيء اللي غادي يقدنا يعني بلا ما ندير شي حاجه اكثر. المهم الحوته على حساب الافراد ديال الاسره، كنتو كتار ممكن ديروا حوته كبيره. المهم هذيك الشاموله زدت عليها شي شويه ديال الزيت البلديه. انا الحوته حلها ليا هذاك اللي كينقي الحوت من الجهه ديال الكرش ديالها، نتوما ديروها قولوا ليه يحلها لكم من الظهر ديالها باش هكا كتكون اسعى اكثر، كتهز لينا لافاس اكثر. صافي شديت هذيك الشاموله شرملت بها الحوته هكا من الداخل ومن برا. وهاديك الشرموله اللي بقات ليا غادي نزيد عليها 2 معالق ديال مطيشه ديال الحك.
ربي غا سمحوا لي راه صوت والو، راه مريضة ديال بصح. صافي حاولت نخفف هاديك مطيشة وهاديك الشرمولة اللي بقات بشوية ديال الماء. انا زدت واحد الكاس، المهم نتوما على حساب كيف ما قلت لكم. الحوتة كبيرة غادي تحتاج شرمولة كتر، غتحتاج ما كتر بطبيعة الحال. صافي زدت شي شوية ديال الخرقوم اصطناعي، اللي كيبغيه يديرو، اللي ما كيبغيش بطبيعة الحال ما يديروش. صافي خلطتها مزيان وكبيت منها على لاطه ديال الفران. صافي شديت داك الرز، زدت عليه هداك الكرافيط وحركته مزيان. المهم حركوه بالفرشيطه، ما تحركوش بشي معلقه ديال الخشب ولا معلقه نيشان، حيت غادي تعجل لكم. فرشيط كتخليه هكا كل حبه بوحدها. صافي دزت كنعمر في ديك الحوته. صافي فاش عمرتها مزيان سديت عليها. تخافوا والو، راه لافاس ما غادي تخرج ما حتى شي حاجه، كيف ما حطيتها كيف ما غادي تبقى. وزدت هذيك البطاطا مسلوقه بعد ما قشرتها بطبيعه الحال. صافي ستفتها تما كينات. صافي شديت ديك الشرموله اللي بقات درتها من فوق البطاطا وغادي نديرها من فوق الحوته. غنشد داك الفلفله الملونه اللي عندي غادي نزوق بها، غادي ندير خط هكا احمر، خط صفر، وانا غادا. اجي فقتي. صافي وغنزيد هذيك الشرموله اللي بقات من بعد ما خففتها بشويه بالماء. وغنزيد من في الاخر واحد الخويط ديال زيت البلديه، وغنديرها على ندخلها في الفران. انا طيبتها في الفران ديال الضو، شعلت ليه من الفوق ومن التحت، ما تحتاجو كاع تغطيوها حيت الحوت دغيا كيطيب. هذاك الشيء اللي فيه كل شيء طايب، بقى غير الحوت باش يطيب. والحوت راه ما كيحتاجش لنا بزاف ديال الوقت. وهذا هو الشكل النهائي. هذوك الرز اللي كان بقى درتو في زليفات بحال هكا، رفقته مع هذاك الطبق. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى تكون الوصفه اليوم عجباتكم، نتمنى نجربوها حيت سهله وبنينه، كتجيب بنينه بزاف، وبالاخص مفيده للدراري.